اكتر حاجه مستفزه لما تلاقي شخص عربي بيتكلم جمهور عربي وبيتكلم بالشكل ده. بس هي she's a talkable woman، يعني طول الوقت بتفتي. بيحاول يحشر كلمه انجليزي وسط كلامه العربي كنوع من التحضر والرقي. يعني تلاقي مثلا يقول لك ايه ده انت بتقول خيمه رمضانيه؟ لا ايه الجهل ده، اسمها تانت. تلاقيه بيقول لك ايه ده انت بتقول عبايه؟ اسمها كافتان. في نفس الوقت ده تلاقي ممثل امريكي مشهور زي ويل سميث بيشكر في الثقافه العربيه، بيقول انا حاسس ان انا بنتمي للشرق الاوسط والثقافه العربيه، بيقول ان هو قرأ القران الكريم والقران الكريم لامس قلبه. I was shocked how much Moses was mentioned. I related to Moses and the experience of Moses. لدرجه يا مؤمن ان هو بيقول لعمرو اديب ان انا اتمنى يكون عندك اكسترا روم، يعني غرفه اضافيه علشان اعيش واسكن هنا في السعوديه. A room for me? Yeah. Even a palace here. Okay, yeah. For Mr. انك تتعلم لغه تانية ده شيء مهم جدا وعظيم، لكن مع الاعتزاز بثقافتك ولغتك. لغتك اللي انت بتقرب منها دي كانت المصادر اللي قامت عليها الحضاره الغربيه في القرن ال15. لغتك اللي انت بتقرب منها دي ملايين الناس في العالم كله بتتعلمها وتدور عليها وتتمنى انها تنتمي اليها.